ما شاء الله. ايه رأيكم بقى الجلاش اللي بالسبانخ ده؟ ما شاء الله شكله يفتح النفس. لو عايزة تتفرجي على الفيديو الجميل الحلو ده، الجلاش اللي بالسبانخ، يلا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونخش نشوف قناة يوميات نعمة فؤاد. لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. ونشوف كده الفيديو الجميل ده، السبانخ بقى حشنا من قلبها جوه شوية موزاريلا، وكمان من فوق الوش. فيديو جميل قوي قوي، والسبانخ بتتكلم عن نفسها اهو، شكلها تفتح النفس. يلا بقى نخش وسمي وصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف الفيديو الجميل ده. السبانخ معمول ازاي كده بالموزاريلا في قلبها، وحبه كده من فوق الوش. ما شاء الله شويه بقى جلاش بالسبانخ يفتح النفس بجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ جبنا كيلو سبانخ كده معاكم، قطعناه كده وغسلناها اكتر من مره تحت الحنفيه. طبعا انتوا عارفين ان السبانخ بتبقى كلها طينه، الراس بتاعتها، وبتبقى مزروعه اصلا في الطين. فعلى قد ما تقدري تغسليها مره واثنين وثلاثه، وتصفيها بالمصفى كده زي ما انت شايفه كده حضرتك. باخد حبه حبه كده اغسلهم في الحوض واسيبهم كده يصفوا كده اكتر من مره عشان الطينه اللي فيه. جبنا بصلايه كده كبيره كده حلوه ناعمه، شويه زيت كده حلوين يا اماميت كده يا طعمين. ما تنسيش اللايك والاشتراك. وجبنا بصلايه كده حلوه كبيره، هنسيبها كده بقى لما تبقى لونها ذهبي كده معاكم حلوين كده، وننزل بالسبانخ. بصلة اتحمرت معانا اهي ما شاء الله. بصلة بقى لونها ذهبي كده، هننزل بقى معاكم بقى بالسبانخ ان شاء الله. السبانخ غسلناها غسل حلو اكتر من مرة، عشان طبعا عارفين الطينة. السبانخ مفيدة جدا، فيها حديد لولادنا اللي ما بياكلش السبانخ. يا ريت يجرب الجلاش اللي بالسبانخ ده، هيحبها. وتغيير شوية عن السبانخ اللي هي مطبوخة. هنقلبها بقى كده شوية كده لما البصلة كلها تندمج كده مع السبانخ. وطبعا انتوا عارفين السبانخ بتنقص، لو كيلو ولا 2 كيلو بيبقى الحلة مليانة على عينها كده سبانخ. مفيش دقيقة السبانخ دي بتهبط خالص، وبتبقى قليلة. علشان كده اللي بيحب يجيب سبانخ يجيب اكتر من كيلو، لان السبانخ ما بتصرفش. نجي لكم بعد الصلاة كده، الله أكبر الله أعظم، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم تقبل منا يا رب. وبتبقى ايه قلبي بقى السبانخ دي، قليله. شوفي كانت الحلة مليانة على فانت عينها لو سبانخ عايزه ازاي. تعملي وأول ما كميات غطينا اكتر عليها زودي من هبطت السبانخ، خالص كيلو السبانخ. لان بتنقص بقوا حجمها عاملين ازاي، بيقل السبانخ بتقصر على قوي معانا البخار وحجمها وبتقل بيقل معانا. جدا. فهو ما شاء الله. احنا بقى نسيب بقى هنسيبها المية دي بقى كلها خالص لما ايدك تنشف كده المشوية، معانا لما خلاص. تنشف معانا ما السمنة نحطش فيها خلصت ولا كده نقطة ونشفت مية. معانا. جبنا بقى جبنا بقى الجلاش الحلو، الحلو، شوية سمنة كده فردنا حلوين، 3 طبقات شوية او زبدة. 4 طبقات، عندك كل طبعا طبقة السبانخ دي وطبقة، ما ناشفة بدينش جدا جدا، على اهم طول حاجة سمنة، لا. ما يكونش بحط فيها ثلاث ولا طبقات نقطة واربع مية، طبقات بقوم عشان لما دهنة تيجي دهنة كده على الجلاش سمنة، وتيجي تقطع الجلاش الحلو زبدة، كده ما يبقاش اللي شارب عندك مية من حطيه. السبانخ. هنفرد معاكم اهم كده خطوة الجلاش. لازم طبعا انا السبانخ كنت تبقى بصور بايد ناشفة وبشتغل دهنة، بايد. ما يبقاش فيها نقطة اللهم مية. صل لو وسلم بقيت فيها وبارك مية عليك ممكن سيدي يا تصفيها حبيبي يا جامد رسول كده الله. تحت في المصفى. افردي بقى كده عايزين حلو سبانخ وديني ايه بس، مش عايزين مية سمنة. خالص فيها. اهو هحط بقى 5 ورقات 6 ورقات، وادهن بين كل ورقة وورقة. مش شرط ان انت تدهنيها، انا بعمل كده بتطلع مورقة برضك وجميلة، وبتبقى زي العسل كده زيكم. مش شرط ورقة ورقة. طبعا انا كنت بصور بايد وبشتغل بايد، فبسوي كده على قد ما بقدر بايد واحدة، واحط ايه 3 طبقات 4 طبقات السمنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسيش بقى اللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل اللي انا بستناه منك، عشان هو ده اللي بيشجعني ان انا استمر معاكم واعمل معاكم فيديوهات جديدة ان شاء الله. صلي كده على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وتشجعي كده. وخدي الوصفة الجميلة الحلوة دي، الجلاش اللي بالسبانخ روعة. لو عيالك ما بياكلوش السبانخ، الوصفة دي ليكي. لازم تجربي السبانخ بالجلاش، طعمها في منتهى الجمال كده وتغيير، وجواها موزاريلا من بره ومن جوه. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سوي كده على قد ما تقدري كده الجلاش، ودهنيه كده، وكتري كده من السمنة او الزبدة عشان يطلع مورق معاكي كده ولونه دهبي. السبانخ لازم تتصفى جدا جدا من المية، ما يكونش فيها مية خالص. عايزين بس سبانخ فقط، عشان ما تنفعش تحط مية في السبانخ وتنزلي بقى في الجلاش. كنت جايبة معاكم موزاريلا كده، حطيت كده في قلبها شوية جبنة موزاريلا، عشان لما تيجي تاكلها كده تحس كده الجبنة الموزاريلا كده بتشد كده من جوه وعاملة عرق كده. بصراحة كانت طعمها حلو جدا جدا. هجربوا الوصفة دي وهتدعيلي. متنسيش بقى اللايك بقى، اوعى تنسي اللايك بقى، بتبخلوا عليا باللايك والكومنتات الحلوة بتاعتكم ليه؟ ما يستاهلش والله الجلاش اللي بالسبانخ ده بالموزاريلا استاهل لايك. ايه رأيكم بقى، استاهل لايك ولا ما استاهلش لايك؟ كتري كده من الموزاريلا كده في السبانخ. يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال.
ما شاء الله بقى موزاريلا بقى جوه السبانخ بقى، وبتشد معانا كده بتمط. وصفة فاخر من الاخر، جربيها بقى بجد هتدعيلي. وصفة جميلة جدا جدا جدا. قطعناها بقى معاكم كده بالبساطة كده والسهولة. قطعنا الجلاش. هنجيب معاكم بقى كوباية لبن كده، وهنسقي بيها الجلاش الحلو ده ان شاء الله بالقشطة كده. وانزلي بيها كده على وش الجلاش بقى، واوعى وشك بجد بجد بجد، اوعى وشك. وصف فاخر من الاخر. يا سلام يا سلام. سلام على الجمال. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بصوا الجمال بقى والحلاوه وهي في الفرن، لونها ذهبي كده وجميله ازاي ما شاء الله. طبعا بعد ما تدينا اللون الحلو الجميل ده، هحط كمان شويه موزاريلا كده من فوق الوش، يدينا شكل كده جميل كده حلو زيكم كده يا امامير. بصوا ما شاء الله. هو كده بقى خلاص كده بقى، انا هشيلها من الفرن، هقطعها بقى معاكم بقى وهوريها لكم. بصوا ما شاء الله كده خلصت خلاص. بصوا طريه بقى من جوه، والسبانخ طعمها جميل جدا، ومقرمشه كده من بره، ولونها ذهبي، وكانت طعمه طعامه. بصوا. بصوا اوريكم مورقه ازاي ولونها ذهبي من بره ومن جوه ازاي. ما شاء الله شكلها جميل جدا. بصوا متقطعه ازاي السبانخ بقى طعمها روعه. ايه رايكم بقى في شكل السبانخ بالجلاش؟ ذوقها كده باي حاجه كده تديكي منظر جمال كده حلو. بصوا طعمها جميل جدا ومرقة كده ومقرمشة، والسبانخ كانت طعمها روعة. عجبت عيالي جدا جدا. جربوا الطريقة دي، السبانخ بالجلاش روعة الروعة. بجد هتدعولي. ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله اخواتي وحبايبي. اوعى تنسي بقى اللايك، ما تنسوش يا جماعة اللايك، وتشاهدوا الفيديو مشاهدات ضعيفة جدا. اللايك بقى والشير، عشان اللايك طبعا انتوا عارفين ان هو بيرفع من الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله اخواتي وحبايبي، مع ألف سلامة. بصوا الجمال والحلاوة. بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي، تفتح النفس بجد، ومرقة ولونها ذهبي كده بجد بجد، جميلة جدا. لازم تجربوها وتكتبولي وتقولولي ايه رأيكم في التعليقات كده. السبانخ اللي بالجلاش شكلها يفتح النفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.